Hello there mates، انا زهرة خالد وده فيديو جديد. وفيديو النهاردة مختلف شوية. فيديو النهاردة قررت اتكلم عن الكي دراماز او المسلسلات الكوري اللي انا اتفرجت عليها قبل كده، وايه عجبني وايه ما عجبنيش وكده. هم اقل من عشرة كي دراما. اول مسلسل هو مستر كوين. مستر كوين ده بيتكلم عن شيف، اللي هو شيف بقى ومعروف وكده، وحصل عنده مشكلة في الشغل، فهو قرر بقى ان هو هيحل المشكلة دي ازاي. هينط من مبنى عالي كده عشان ينتحر يعني. فهو بدل ما يموت هيجي في البول، وهناك بقى هيقابل، عارف هيحصل كأن روحه دخلت في جسم حد تاني، بس الحد التاني ده هي الملكة اللي هي من بتاع 100 سنة. ومغامرات بقى ان هو ازاي هو راجل في جسم بنت مش عارفة، وهيتعامل بقى ازاي مع الموقف والملك والدولة والمؤامرات اللي حاصلة في البلد ومش عارفة ايه وكده. هو بجد مسلسل تحفة وكوميدي جدا. تاني مسلسل معانا هو بيزنس بروبوزل بيتكلم عن بنت كانت شغالة في شركة عادي، وصاحبتها جايلها عريس عشان العائلات الغنية بيتجوزوا بقى حد غني برضو. فصاحبتها غنية وهي بنت بقى الفقيرة، التيبيكال كوريان جيرل اللي في المسلسلات. صاحبتها قالت لها انه هي عندها ديون او حاجة، فلوس عايزة تدفعها. صاحبتها قالت لها انا هديكي المبلغ ده بس انتي تروحي مكاني تقابلي العريس ده وتطفشيه. فعلا راحت قابلته كده، بس الفكرة ان هو بقى قرر ان هو عايز يتجوزها مش عايز يسيبها، بس هي الفيك عروسة مش العروسة حقيقية. مسلسل تحفة عامة وكوميدي برضو. تقريبا كل حاجة بتفرج عليها كوميدي وروم كوم كده خفيفة. فالمسلسل ده برضو من الأكتر المسلسلات اللي بحبها، اتفرجت عليه بتاع 4 مرات مثلا. ثالث مسلسل هو Forbidden Marriage، اتكلم عن برضو في الدولة القديمة الكورية اللي أنا مش عارفة اسمها ايه، من أكتر من 100 سنة مثلا. الملك مراته ماتت، هو مقتنع ان مراته ماتت مقتولة، فمنع الجواز لحد ما يجيب بقى الشخص اللي كان السبب في ان هو مراته تموت. فمنع الجواز خالص بقى، وبقى الجواز اللي هو ايه، لو اتنين اتجوزوا هيتحبسوا. في بنت كده هتضحك عليه بقى وتقنعه ان هي روح مراته بتتجسد فيها وبتكلمه. وبعدين في بلوت تويست بقى، مش بلوت تويست، انت هتحس انه ايوه يعني انا اعمل ايه دلوقتي، اللي هو الموضوع عمال يتعقد وبعدين ان هي في الاخر حاجة تانية. هو كان حلو، هو بجد تحفة جدا. رابع مسلسل هو سترونج وومن دو بونج سون. بيتكلم بنت عندها زي حاجة في جين في العيلة، والجين ده بيخليهم اقوياء جدا جدا جدا، اللي هو ممكن مثلا تشيل باص كامل بايد واحدة. فهي عندها الجين ده في العيلة ان هو كل البنات اللي في العيلة هيبقوا اقوياء بطريقة خارقة جدا. في بقى خاطف بيخطف بس بنات، فهي بقى عايزة تعرف مين الخاطف ده وتقبض عليه عشان هي تحس ان هي بتستخدم قوتها بطريقة صح. فهيحصل بقى تعقيدات في النص وبتاع وكده. مسلسل تحفة جدا. في منه جزء تاني اسمه سترونج جيرل نام سون، بس انا لسه متفرجتش عليه، بس برضو في ناس كتير بتقول انه حلو. المسلسل ده بقى الجاي ده بجد اكتر مسلسل مفضل بالنسبة لي لحد دلوقتي، هو توينكلينج ووتر ميلون او البطيخ المتلقلق. بيتكلم عن ولد عنده 18 سنة، هو في عيلة يعني مامته وباباه واخوه كلهم ميوت، يعني مش بيسمعوا مش بيتكلموا. فهو كان حاسس بالذنب لان هو بيحب الموسيقى، بس هو مش عارف يقول لهم عشان هيحس بالذنب تجاههم. فبيدخل محل كده، محل ادوات موسيقية في احد الايام، وبجد المحل ده بيطلع سحري، وبينقله بقى للماضي عشان يقابل اهله وهم صغيرين من قبل حتى ما يعرفوا بعض. ازاي بقى هيخلي اهله يحبوا بعض تاني، ازاي هيكتشف حاجات عن اهله ما كانش عارفها قبل كده. مسلسل بجد تحفة جدا، مش قادرة اتخطاه، عامة فظيع. المسلسل اللي بعد كده هو A Good Day to be a Dog. مسلسل بيتكلم عن ان البطلة فيه في عيلتها كيرس او لعنة، وان اللعنة دي بتخليهم يتحولوا لكلاب. القصة تبان تافهة جدا عامة، بس هي مش بالتفاهة دي، يعني في جوه المسلسل بقى تكتشف حاجات تانية. هي البطلة محتاجة حد يساعدها تفك اللعنة دي قبل ما تتحول. بعد 90 يوم هتتحول ان هي تبقى كلب على طول.
فهي محتاجة حد يساعدها تفك اللعنة دي قبل ما الفترة دي تخلص. عشان كده طول المسلسل بقى بتحاول تفك اللعنة، بس عشان هو بجد مش مسلسل تافه قوي كده. في الربع الاخير مثلا من المسلسل هنكتشف انه لا، الموضوع في مثلا انه حاجة كانت ليها علاقة بحياتهم اللي قبل كده، اللي هو عارف المعتقدات اللي هي لا ده احنا بنعيش مرة قبل كده وبعدين اشكالنا بتبعث تاني وبنقابل نفس الشخص اللي هنحبه تاني في حياة تانية بعد مش عارفة 100 سنة مثلا او اكتر. حاجات المعتقدات دي في حاجة زي كده في المسلسل، ان هو حياتهم القديمة مش عارفة حصل فيها ايه وبتاع، وفي اشخاص هتطلع وفي كائنات خيالية هتطلع. هو بجد حلو قوي، بس هو شرحه هو حكي ومبوظ الدنيا. اخر مسلسل هو انا لسه ما خلصتوش، وانا اتفرجت تقريبا على 4-5 حلقات منه كده، هو Extraordinary Attorney Woo. هو بيتكلم عن محامية عندها طيف التوحد. هي بتتكلم عن وو يونج وو، هي محامية عندها توحد وراحت تشتغل في مكتب كبير بقى وكده، وهي بتعرف بقى تحل القواضي بطريقتها الخاصة. بعدين هيقابلها مشكلة انه لا، هي في عيون الناس حد disabled عندها توحد، مش هتعرف تحل الموقف، فهتحس ان هي متضايقة كده. انا ما كملش المسلسل فمش هقدر احرق حاجة، بس هو بجد مسلسل لطيف جدا. وبجد المسلسلات الكوري كلها بيصوروا في جو رايق، يعني الاماكن اللي بيصوروا فيها بيبقى فعلا شكلها هادي ورايق وحلو. الناس دي بتعرف تختار الاماكن اللي بيصوروا فيها عامه، عشان كده في الغالب الناس بيخلوك تحس انه ايوه ده جو حلو وانا عايزه اتفرج على المسلسل، حتى لو القصه مش حلوه بس انا بتفرج على مناظر جميله مروقاني. فاهم كده؟ يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم، ومتنسوش تعملوا لايك وفولو وشير وسبسكرايب والحاجات دي كلها، وباي.